السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في الطهي ديال السمك في الفرن. يعني طاوة ديال السمك في الفرن. هنا غنستخدم انا السمك السنور اولا الفرخ. هاد الطريقة ممكن ديروها مع اي نوع ديال السمك، سواء بواجو اولا الكوربين الشرغو، اي نوع ديال السمك ممكن تستعملوه بهذه الطريقة. كيجي لذيذ بزاف معلك والمريقه ديالو خاطره، والاهم انه كيوجد في وقت قصير. عندي هنا كميه من سمك السنور اولا سمك الفرخ اللي غسلته بشويه ديال الملحه وشويه ديال الحامض. فهنا كميه السمك كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. عندي هنا 2 معالق كبار عامرين مزيان من القزبر ومعدنوس مقطعين، عصير نصف حامضه. عندي هنا تقريبا 4 كاس من الزيت، غنستعمل زيت المائده. عندي هنا معلقه كبيره عامره مزيان من التحميره، معلقه صغيره من سكينجبير، نصف ملعقه صغيره من الخرقوم، 4 معالق من الابزار، والكميه من الملحه يعني تقريبا نصف ملعقه صغيره. وعندي معلقه صغيره من الثومه بودره. بالنسبه للثومه بودره من احسن تستعملوا البودره، ما تستعملوش الثومه الطريه، لانها كتغطي على مذاق السمك او الحوت، ما كتخليش المذاق ديالو يبان. غادي ناخذ اولا واحد الاناء اللي غنوجد فيه الشرموله، غندير فيه جميع التوابل ديالي. غنضيف لهم عصير الحامض والقزبر والمعدنوس. غادي نضيف كذلك شويه د الماء، يعني تقريبا نصف كاس ديال الماء، وغنضيف الزيت. نخلط المكونات مزيان وغندير فيهم الحوت ونخليهم يتشربوا تقريبا ربع ساعه حتى لثلث ساعه، غير باش يتشرب لينا الحوت شويه ديال التوابل. بعد ما دازت تقريبا 15 دقيقه، دابا غادي ندوزو باش نشوفوا باقي المكونات. عندي هنا 2 حبات من البطاطا اللي قطعتهم دوائر، تكونوا متوسطين ماشي رقاق وماشي غلاط، وسلقتهم في شويه د الماء والملحه غير يدخلهم شويه الطياب صافي كنصفيوهم. عندي حبه متوسطه من البصل اللي قطعتها مكعبات رقاق، شويه من الفلفله اللي قطعتها دوائر، وحبات من طماطم سوريز. غادي ناخذ هنا المول اللي غادي يدخل الفران، غنفرش فيه في الاول البصله، غادي نضيف عليها البطاطا، نحاول نستفها. فبهذه الطريقه ما كياخذش لينا الحوت مده طويله في الفران، وفي نفس الوقت كيبقى محافظ على الطراوه ديالو. يعني الحوت الا خليتوه مده طويله في الفران كينشف وما كيبقاش فيه، ما كيبقاش فتي. لهذا من الاحسن طيبوا الخضر نصف طيبه باش ما يتعطلش لكم في الفران. بعد ما استفت الكميه ديال البطاطا كامله اللي عندي، دابا غادي نرش بشويه ديال لاصوص اولا الشرموله. وغادي نستف الحوت ديالي. وفي الاخير غادي نزينو بشويه ديال الفلفله مقطعه دوائر رقيقه، وكذلك شويه ديال مطيشه سوريز. غادي نرشو المول ديالنا بشويه زيت الزيتون، وكذلك بشويه من المعدنوس. وغادي نضيف هنا نص كاس ديال الماء، غادي نحاول نحيد به البقايا ديال الشرموله من الاناء، وغادي نضيفه في الجوانب.
فهذا هو الكميه ديال الماء اللي غادي يطيب لينا الحوت. يعني غير الماء باقي غادي يطيب غير في الماء ديال الخضره. غادي نغطي المول ديالي بالالومنيوم، وغادي ندخلو الفران يكون سخون شاعل من الفوق ومن التحت على عافيه متوسطه. غير نحسو ان الحوت دخلو الطياب صافي كنطفيو عليه وكنقدموه. هذا هو الطبق ديالنا بعد ما وجد كيف كتشوفوا. فكيجي الحوت ديالنا فتي، وكذلك الخضيره كتجي واخده وقتها في الطياب لذيذه، وكذلك المريقه كتجي معلكه، والمذاق ديالو راه كيجي روعه، كيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. جربوه اكيد غادي يولي معتمد عندكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك او بالبارطاج، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.